شاب حديث التخرج من كلية علوم، قسم حيوان، حديقة الحيوانات، الأمل مالي عينيه وشهادته في إيده. دخل مقابلة الشغل، مدير الحديقة بصله بحزن وقال بهدوء: بص يا ابني، غوريلا الحديقه نجم المكان واهم حاجه عندنا ماتت امبارح ومش معانا فلوس نجيب غوريلا جديده. فمحتاجينك تلبس انت بدلة الجوريلا. صدم وقال: انا؟ المدير هز راسه وقال له ان المرتب حلو. في الاول حس باهانه، هو ذاكر سنين وسهر ليالي ودرس بيولوجيا الحيوان عشان يطلع في الاخر يلبس بدله غوريلا. بس الايجار مستني واهله مستنيين والجوع ما بيعترفش بالكرامه، فوافق. تاني يوم الصبح لبس بدله الغوريلا، ابتدى يقفز، يزمجر، يخبط على صدره كانه ملك الغابه، يرقص، يتارجح في الشجر، وحتى يقف يتصور سيلفي مع الزوار من ورا القضبان. يوم ورا يوم وهو مكسر الدنيا. وفي يوم من الايام وهو بيعمل شقلبه غلط في التوقيت وطار فجأة على القفص اللي جنبه، قفص الأسد. المكان سكت، الأسد لف راسه بالراحة وبعدين جري عليه. الشاب صرخ وهو مرعوب: الحقوني، حد يلحقني. وبعد جري اتكعبل، أسد نط ونزل عليه وقرب من ودنه وقال بصوت واطي: ديفيد. انا جاكوب صاحبك من الكليه، اهدى يا عم مفيش شغل بره. وبعدين شاور له على البحيرة وقال: شايف التمساح اللي هناك؟ ده عابد، كان ممثل الدفعة.